السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة التريماتود ألا وهو الهيتروفيس هيتروفيس، وده منتشر أكتر في أكلات الفسيخ وخصوصا في شم النسيم. في البداية الهيتروفيس هيتروفيس وده بيسبب مرض اسمه الهيتروفييزيس جاي من الاسم بتاعه. أما الصفات بتاعته فهو يتصف إن هو سمولست تريماتود، هو أصغر واحد في عائلة التريماتود. بيكون موجود فين بالظبط؟ بيكون موجود في السمول انتستين. أما عن المورفولوجي بتاعته فتعالوا كده. هو سمول صغير، هو سنجل واحد بس، بارازيت واحد بس، نقول عليه هرمافروديت. يعني ايه هرمافروديت؟ يعني فيه العضو الذكري والعضو الانثوي، يعني هو بيخصب نفسه بنفسه وبينزل البويضات. طبعا هو فلات لان اصلا كل التيرماتود زي ما اتفقنا ان هم كلهم فلات ما عدا الشستوزوما. اما عن الاكسترا سايكل، لو تخيلنا ان معانا انسان والانسان ده مصاب بالاتروفيس اتروفيس، والاتروفيس اتروفيس دي زي ما اتفقنا ان هي بتكون موجوده في السمول انتستين، بتنزل البويضات بتاعتها وبتنزل مع الستول. فالانسان ده لو راح قضى حاجته في ترعه فمن الطبيعي ان هو بينزل البويضات مع الستول. فالبويضات اول ما بتنزل في الترعه ده بيكون من الوسط المناسب ليها، لما تتعرض كمان للشمس يروح يحصل لها حاجه اسمها هاتشت، ان هي يحصل لها هاتشت تفتح ويطلع منها الميراسيديوم. الميراسيديوم ده بيروح يبحث في الميه بواسطه الاهداب بتاعته، يروح يبحث في الميه على السنيل بتاعه، القوقع بتاعه اللي هو اسمه في الوقت ده البايرينيلا كونيكا. يروح يتكاثر فيه اسيكشوال الى سبوروسيست، بعدين يتكاثر لريديا، بعدين يتكاثر لاخر مرحله السيركاريا. طب ايه نوع السيركاريا اللي بتكون في نفس اللحظه دي؟ بتكون لوفو سيركس سيركاريا. اللوفو سيركس سيركاريا دي بتطلع من البايرينيلا كونيكا، بتروح تبحث على الانترميديت هوست الثاني ليها الا وهو سمكه البوري وسمكه البلطي. بتدخل فيهم وبتتحول لحاجه اسمها انسيستد ميتاسيركاريا. يعني ايه انسيستد؟ يعني بتعمل وول كده عليها وبتحيط نفسها عشان تحمي نفسها، بنسميها انسيستد ميتاسيركاريا. فنتخيل ان الانسان ده راح اكل اكلة البلطي او اللي فيها سمكة البلطي او سمكة البوري وما كانتش مملحة كويس او ما كانتش مسخنة على النار كويس، فمن الطبيعي ان هي يكون فيها الانسيستد ميتاسيركاريا لسه موجودة. فالانسان بمجرد ان هو بياكلها فكده هو حصل على الهيتروفيس هيتروفيس. أما على الانتراسايكل فبمجرد إن الإنسان أكل أكلة فيها سمكة البلطي أو البوري، زي ما اتفقنا إن هي ما كانتش مملحة بشكل كويس أو ما كانتش محطوطة على النار بشكل كافي، فكانت بتحتوي على انسيتة ميدا سيركاريا، فبتنزل وبتنزل الاستومك، لكن بسبب الوول بتاعها فبتتأثرش بال HCl. أول ما بتنزل في السمول انتستين بيحصل لها حاجة اسمها اكزيستد ميتاسيركاري. يعني ايه اكزيستد؟ يعني بتشيل الوال بتاعها كده وبتطلع وتتحرر منها، تمام؟ عشان بعدين تكون موجودة في السمول انتستين، ده الهابيتات بتاعها، المكان بتاعها. اما بعد ما عرفنا الاكسترا سايكل والانترا سايكل فمن المهم نعرف مين الديفينيتيف هوست، ازاي حصل الانفكشن، وفي كام انترميديت هوست موجودة. فلو فكرنا كده وقلنا مين الديفينيتيف هوست فهنلاقيه الانسان هو اللي اتصاب بالمرض وهو اللي اخده. طيب ازاي اخده؟ اخده من خلال المود اوف انفكشن، اخده من خلال ان هو اكل اكله البلطي او سمكه البلطي او سمكه البوري وما كانتش مملحه بشكل كويس او ما كانتش مسخنه بشكل كويس، وكانت بتحتوي على الانسيستد ميتا سيركاريا، وهو ده في نفس الوقت اللي هيكون الانفكتيف ستيج. بينما مين الانترميديت هوست الاول؟ هو البايرينيلا كونيكا اللي الميراسيديوم دخلت فيه واتكسرت اسكشوال عشان تتحول الى الاسبوروسيست، بعد الاسبوروسيست اتحولت للريديا، وبعد الريديا اتحولت للسيركاريا اللي هي اسمها اللوفوسيركا سيركاريا. اللوفوسيركا سيركاريا دي راحت لسمكة البلطي وسمكة البوري اللي هي في نفس الوقت الانترميديت هوست الثاني. بينما مين الديagnostic ستيج في نفس الوقت ده؟ هنلاقي الاج اللي نزلت في الستول اللي نزلها لما قضى الحاجه بتاعته في الترعه. بينما لو تخيلنا كده مين الريزرفوار هوست؟ مين اللي بياكل السمك؟ هنلاقي الحيوانات مثل الدوج والكات هم الريزرفوار هوست، هم اللي بيتخزن فيهم المرض برضو. طيب مين الهابيتات؟ هنلاقيه اللي بيسكن فيه الهيتروفيس في الاخر عشان ينزل الاج، هنلاقيه هو السمول انتستين. اما عن الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشرز فزي ما اتفقنا ان هي بتكون موجوده في السمول انتستين. فلو اخذنا جزء من السمول انتستين هنلاقيها هي عباره عن فيلاي. هي بتكون موجوده ما بين الفيلاي دي لان هي بتحتوي على 3 سكر
فبتستطيع ان هي تمسك ما بين المايكروفيلاي دي بشكل قوي، على رغم الحركة القوية خالص اللي بتكون في السمول انتستين عشان يعمل امتصاص. ان هو السمول انتستين ده هو الجزء الاكبر عشان يعمل امتصاص للاكل. ففي اللحظة دي هي بتعمل نكروزس في الوول بتاع السمول انتستين. فالإنسان في اللحظة دي بيحس بديارية مع الميوكس، بينزل ديارية كتير، يروح الحمام كتير عشان يعمل ديارية وكمان مع ميوكس. وكمان بيلاقي إن في كوليك أبدومينال بين، بيبقى ألم فظيع في البطن. طيب من الطبيعي إن هي كدودة وبتنزل البويضات بتاعتها، فالبويضات بتاعتها بتنزل في الأسطول، لكن من الغير طبيعي إن هي تنزل البويضات بتاعتها وتترسب في الميوكوزا بتاعت السمول انتستين، وبعدين تروح للسيركيوليشن. فلما تروح للسيركيوليشن سواء هتروح لفين او ارتري، فممكن تروح للهارت فيسبب مايوكارديتس يعني التهاب في عضلة القلب، وممكن تروح للبرين وتعمل كونفالجن. اما عن التشخيص فبنعرف اول حاجة من خلال الهيستوري. طبعا لو في موسم شم النسيم فبنقول للعيان هل انت اكلت سمك بلطي او بوري، فبنعرف من خلال الهيستوري اللي احنا بناخده. كمان من خلال الكلينيكال بيكتشرز زي ما اتفقنا الكوليك ابدومينال بين والدياريه مع ميوكس، فبنعرف من خلال التفاصيل دي ان اللي هو ممكن يكون الصاب بيوتروفيس. عشان نتاكد اكتر هنيجي نعمل بالاكزامينيشن من خلال الاسطول، بنيجي نفحص ونلاقي في الاسطول ده موجود البويضه بتاعه اليوتروفيس. طيب ايه شكلها بيكون؟ هي بتكون موجوده من فوق الجزء بتاعها كده، الجزء بتاع الاوبركولم اللي هو اصلا بيتفتح عشان يطلع الميراثيديوم اللي جواها ده، وبيبقى فيه من تحتها كده حاجه اسمها نوب. اما عن العلاج فبيكون من خلال ان احنا بنديله البريزيكوينتال، وده بيكون 20 مللي جرام اورالي لمده 3 ايام. ده عدد الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام موجودة في لينك أسفل القناة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق كي نستمر في نشر الفيديوهات.